سالي أفو. درس اليوم سوف نتناول لافراز فرنسي، الجملة الفرنسية. والجملة في اللغة الفرنسية بتتكون من 3 عناصر ألا وهم: وأول عنصر من العناصر الثلاثة وهو الفاعل ويقصد به سوجي. تاني عنصر وهو الفعل ويقصد به verb. ثالث عنصر معانا وهو المفعول ويقصد به complément. إذن الجملة في اللغة الفرنسية تتكون من 3 عناصر وهم sujet verb complément، فاعل فعل مفعول. درس اليوم هنتكلم بالتفصيل عن لو سوجي اللي هو الفاعل، أما الفيرب والكومبليمون هنشرحهم في درس لاحق إن شاء الله. الفاعل عندي بيكون حاجة من 2، لا اسم أو ضمير. إذن الفاعل في اللغة الفرنسية قد يكون حاجة من 2، لا اسم أو ضمير. وأول حاجة هنبتدي بيها الضمير، وهنعرف مع بعض ضمائر الفاعل اللي أول ما أشوفها بعرف إن ده الفاعل على طول. وأول ضمير معانا وهو جو ويقصد به أو معناه أنا. تاني ضمير معانا وهو تي ويقصد به أو معناه أنت أو أنتي. تالت ضمير إل ومعناه هو. أما الضمير إل معناه هي، إنما نو بمعنى نحن، فو بمعنى أنتم، إل ولكن avec اس، لأن دي بتختلف عن إل اللي احنا قلناها فوق. اللي فوق بتستخدم للمفرد، إنما إل avec اس للجمع ومعناها هم. إل ولكن avec اس لأن دي برضو بتختلف عن اللي فوق. اللي فوق للمفرد بمعنى هي، إنما دي للجمع بمعنى هن. وبكده نكون عرفنا مع بعض ضمائر الفاعل اللي هم جو بمعنى أنا، تي بمعنى أنت أو أنتي، إل بمعنى هو، إل بمعنى هي، نو بمعنى نحن، فو بمعنى أنتم، إل avec اس بمعنى هم، وإل avec اس بمعنى هن. لو وصلت لهنا ما تنساش إنك تضغط لايك وتعمل متابعة للقناة. وزي ما قلنا إن الفاعل قد يكون اسم أو ضمير، وعرفنا مع بعض ضمائر الفاعل. طيب اسم زي إيه بقى؟ ممكن يكون اسم ولد زي أحمد، أو اسم بنت زي ياسمين، أو قد يكون اسم حيوان زي لوشا يعني القط. أيضا قد يكون اسم مكان زي لي بيراميد الأهرامات، أو اسم دولة زي ماروك ومعناها المغرب، دولة المغرب. إذن الفاعل قد يكون اسم، وعرفنا إن كلمة اسم بيندرج تحتها نقاط كتير وإحنا لسه قايلينهم مع بعض دلوقتي. قلنا مثلا اسم ولد زي أحمد، ولكن مش شرط أحمد، ممكن يبقى محمد، ممكن يبقى عمر، أي اسم ولد. اسم بنت قلنا ياسمين، ولكن برضو مش شرط ياسمين، ممكن تبقى سارة، ممكن تبقى مريم، أي اسم بنت وأي اسم ولد يخطر على بالك. اسم حيوان احنا قلنا لوشا، ولكن برضو مش شرط لوشا، ممكن تبقى لوشيان الكلب. أسماء الحيوانات هندرسها في درس لاحق إن شاء الله. اسم مكان احنا قلنا لي بيراميد، ولكن مش شرط، ممكن يبقى لوليسي المدرسة. اسم دولة احنا قلنا ماروك المغرب، ولكن برضو مش شرط، ممكن تبقى لإيجيبت مصر. الملخص ان الفاعل قد يكون عندي حاجة من 2، لا اسم او ضمير. وعرفنا مع بعض ضمائر الفاعل، وعرفنا يعني ايه اسم. وبكده نكون شرحنا اول عنصر من عناصر الجملة بالتفصيل. يوجد بعض الملاحظات الهامة هنذكرها مع بعض دلوقتي، واولها ان لو عندي اي اسم ولد اقدر اشيله واضع بداله الضمير في المفرد. لسه قايلين مع بعض دلوقتي اسم ولد زي احمد، اقدر اشيل احمد واضع بداله الضمير في المفرد، وهكذا. اي اسم ولد مثلا محمد، ممكن اشيل اسمه محمد خالص واضع بداله الضمير في المفرد. تاني ملاحظة معانا ان لو عندي اي اسم بنت اقدر اشيل الاسم ده واضع بداله الضمير في المفرد. لسه قايلين مع بعض دلوقتي اسم بنت زي ياسمين، ممكن اشيل ياسمين خالص واضع بداله الضمير في المفرد. الملخص ان لو جاب لي جملة وفيها اسم ولد وطلب مني ان انا اشيل اسم الولد ده واضع ضمير فاعل، هضع الضمير في المفرد. طب لو جاب لي جملة فيها اسم بنت وطلب مني ان انا اشيل اسم البنت دي وضع ضمير فاعل، هضع الضمير في المفرد. طب لو عندي اسمين، اسم ولد زائد اسم ولد، اقدر اشيلهم واحل محلهم الضمير ولكن avec اس.
يعني لو جاب لي جملة فيها اسمين ولدين وطلب مني ان انا اشيل الاسمين دول واضع ضمير فاعل، زي المثال ده احمد محمد، اسمين ولدين هم، اقدر اشيلهم واضع بدلهم الضمير الى فيك اس. طب لو اسمين بنتين زي مريم ياسمين، اقدر اشيلهم واحل محلهم الضمير ال افيك اس. انما لو اسم ولد زائد اسم بنت زي محمد سارة، اسم ولد زائد اسم بنت بيحل محلهم الضمير il avec اس، جمع مذكر. طب لو اسم زائد كلمة موا بيساوي الضمير نو، زي المثال ده ألي موا، لو قال لي ضع ضمير فاعل محل ألي موا هضع ضمير الفاعل نو. إنما اسم زائد توا بيساوي ضمير الفاعل فو، مثال ألي توا، لو قال لي ضع ضمير فاعل مكان ألي توا هضع ضمير الفاعل فو. وبكده نكون شرحنا أول عنصر من عناصر الجملة وهو الفاعل بالتفصيل، ما سيبناش فيه أي حاجة خالص. تاني عنصر من عناصر الجملة اللي هو verb أو الفعل. الverb أو الفعل في اللغة الفرنسية بينقسم إلى 3 مجموعات، ألا وهم أفعال المجموعة الأولى، أفعال المجموعة الثانية، أفعال المجموعة الثالثة. يبقى احنا قلنا إن الفيرب أو الفعل في اللغة الفرنسية بينقسم إلى 3 مجموعات. إيه هي المجموعات دي؟ أولا أفعال المجموعة الأولى، أفعال المجموعة الثانية، أفعال المجموعة الثالثة. طب إزاي أعرف أفرقهم عن بعض؟ يعني أما يكون قدامي فعل أعرف إزاي إذا كان فعل مجموعة أولى أو فعل مجموعة تانية أو فعل مجموعة تالتة، وده اللي هنعرفه مع بعض دلوقتي. أفعال المجموعة الأولى تنتهي بالأو إير زي ما مكتوب على الشاشة. مثال فعل بارلي معناه يتكلم أو يتحدث، الفعل منتهي بإيه؟ بأو إير، إذا ده فعل مجموعة أولى. أفعال المجموعة التانية تنتهي بالإي إير. مثال فعل فينيغ بمعنى ينهي، نهاية الفعل أو المقطع الأخير من الفعل إي إير، إذا ده فعل مجموعة تانية. أفعال المجموعة التالتة لها 3 نهايات اللي هما أو إير، إي إير، أو إي إير. طب انت دلوقتي لخبطتينا، انت قلتي إن أفعال المجموعة التانية بتنتهي بالإي إير، ورجعت قلتي إن أفعال المجموعة التالتة في منها برضو أفعال بتنتهي بالإي إير. طب أنا هعرف دول عن دول إزاي؟ ده بقى اللي هنعرفه مع بعض واحنا بنشرح كل مجموعة، هنعرف إزاي نميز أفعال المجموعة التانية من أفعال المجموعة التالتة. اليوم هنشرح مع بعض أفعال المجموعة الأولى فقط، وهنعرف إزاي لو قدامي فعل أعرف أميز إن ده فعل مجموعة أولى. أما أفعال المجموعة التانية وأفعال المجموعة التالتة كل مجموعة هنشرحها في درس لوحدها، لأن ال3 مع بعض هيبقوا كتير مش هتفهم حاجة. احنا قلنا إن أفعال المجموعة الأولى بتنتهي بالأو إير، وجبنا مثال فعل بارلي، فعل بارلي منتهي بالأو إير، إذا ده فعل مجموعة أولى. طب إزاي أقدر أو أعرف أصرفه؟ كل اللي هعمله إن أنا هحذف الأو إير اللي في نهاية الفعل، وهضع النهايات اللي هنعرفها مع بعض دلوقتي. مع الجو بحذف الأو إير وبضع النهاية أو، إنما مع التي بحذف الأو إير وبضع النهاية أو إس. مع الإل والإل بحذف الأو إير وبضع النهاية أو. مع النو بحذف الأو إير وبضع النهاية أو إن إس. إنما مع الفو بحذف الأو إير وبضع النهاية أو زد. إنما مع الإل والإل أفيك إس بضع النهاية أو إن تي. نطبق بقى علشان نفهم أكتر. مكتوب عندك على الشاشة فعل بارلي، الفعل ده بينتهي بالأو إير، كده أنا عرفت إن ده فعل مجموعة أولى. طيب لو جه قالك أنا عايزة أصرف الفعل ده مع جميع الضمائر، هتعمل إيه؟ أول حاجة هتعملها إن أنت هتحذف الأو إير اللي في نهاية الفعل. تاني حاجة هتضع النهايات اللي احنا لسه قايلينها. إيه هي النهايات دي اللي احنا لسه قايلينها؟ مع الجو بحذف الأو إير وبضع أو. مع التي بحذف الأو إير وبضع أو إس. مع الإل والإل بحذف الأو إير وبضع النهاية أو. مع النو بحذف الأو إير وبضع النهاية أو إن إس.
مع الفو بحذف الأو إير وبضع النهاية أو زد. مع الإل والإل أفيك إس بحذف الأو إير وبضع النهاية أو إن تي. فالتصريف النهائي مع الجو هيصبح جو بارل، أنا أتكلم أو أتحدث. tu parles، أنت تتكلم أو تتحدث. il وإل parle، هو يتكلم أو هي تتكلم. nous parlons، نحن نتكلم. vous parlez، أنتم تتكلمون أو تتحدثون. il أو elle parle. وعشان تفهم أكتر كل اللي عليك إن أنت تجيب ورقة وقلم وتطبق الكلام اللي احنا قلناه. الفعل اللي مكتوب على الشاشة هو فعل demander بمعنى يسأل أو يطلب، ده فعل مجموعة أولى. طبق عليه اللي احنا قلناه وشوف انت فهمت ولا لأ. احنا قلنا إن أفعال المجموعة التانية تنتهي بالإي آر. مثال: فعل زي فعل فينيغ، معناه ينهي، النهاية بتاعته إي آر، إذن ده فعل مجموعة تانية. مثال تاني: فعل زي فعل شوازيغ، معناه يختار، النهاية بتاعته إي آر، إذن ده فعل مجموعة تانية. خلي بالك احنا لسه قايلين من شوية إن في أفعال من المجموعة التالتة بتنتهي بالإي آر، يعني مش أي فعل أشوفه منتهي بالإي آر يبقى ده فعل مجموعة تانية. يبقى لازم نعرف نميز أفعال المجموعة التانية من أفعال المجموعة التالتة علشان ما نلخبطش في التصريف. ولكن درسنا اليوم عن أفعال المجموعة التانية وكيفية تصريفها، إنما أفعال المجموعة التالتة هتتشرح في درس لاحق إن شاء الله. إحنا لسه قايلين مثالين مع بعض. مثال زي فعل فينيغ، إزاي أقدر أصرفه؟ كل اللي هعمله إن أنا هحذف نهاية الفعل، إحنا لسه قايلينها مع بعض اللي هي إيه النهاية دي؟ إي آر، الفعل منتهي بإي آر، هحذف الإي آر وهضع نهايات المجموعة التانية. طيب إيه هي نهايات المجموعة التانية؟ ده اللي هنعرفه مع بعض دلوقتي. مع ضمير الفاعل جو بحذف الإي آر وبضع النهاية إي إس. كذلك مع ضمير الفاعل تي بحذف الإي آر وبضع النهاية إي إس. إنما مع ضمير الفاعل إل وإل بحذف الإي آر وبضع النهاية إي تي. ومع ضمير الفاعل نو بحذف الإي آر وبضع النهاية إي إس إس أو إن إس. ولكن مع ضمير الفاعل فو بحذف الإي آر وبضع النهاية إي إس إس أو زد. إنما مع ضمير الفاعل إل وإل أفيك إس بحذف الإي آر وبضع النهاية إي إس إس أو إن تي. يلا نطبق الكلام اللي احنا قلناه على فعل فينيغ. مع ضمير الفاعل جو أصبح تصريفه جو فيني. كل اللي عملته إن أنا حذفت الإي آر الموجودة في نهاية الفعل وضفت النهاية إي إس مع الجو. نفس الكلام مع ضمير الفاعل تي، كل اللي عملته إن أنا حذفت الإي آر الموجودة في نهاية الفعل وضفت النهاية إي إس مع التي. مع ضمير الفاعل إل وإل عملت إيه؟ حذفت الإي آر ووضعت النهاية مع الضمير إل وإل اللي هي إي تي. إنما مع ضمير الفاعل نو حذفت الإي آر ووضعت النهاية مع النو اللي هي إي إس إس أو إن إس. مع ضمير الفاعل فو حذفت الإي آر ووضعت النهاية مع الفو اللي هي إي إس إس أو زد. مع ضمير الفاعل إل وإل أفيك إس حذفت الإي آر ووضعت النهاية إي إس إس أو إن تي. وبكده درس اليوم يكون خلص وعرفنا فيه كيفية تصريف أفعال المجموعة التانية. إحنا صرفنا مع بعض فعل فينيغ،
موجود قدامك على الشاشة فعل شوازيغ، احنا لسه قايلينه مع بعض، ورقة وقلم وطبق الكلام اللي احنا قلناه وشوف فهمت ولا لأ. الفعل ذو ضميرين هو الفعل المسبوق بسو في المصدر، يعني الفعل بيبقى قبله سو، وفي المصدر تعني إن الفعل مش متصرف، يعني منتهي بالأو آر. مثال يوضح الكلام اللي احنا قلناه علشان نفهم أكتر. سو ليفي معناه ينهض أو يستيقظ، ده فعل ذو ضميرين. حد يعرف ليه؟ أقول لك أنا. أولا الفعل مسبوق بسو، تاني حاجة الفعل جايلي في المصدر يعني منتهي بالأو آر، إذا ده فعل ذو ضميرين. طيب لو أنا عايزة أصرف الفعل ده هصرفه إزاي؟ ده اللي هنعرفه مع بعض دلوقتي. أولا أما أجي أصرف الفعل ذو ضميرين لازم ولابد السو تتغير، يعني السو دي لها تحويلات اللي هي مع ضمير الفاعل جو السو بتتحول إلى مو أو إما بوستغاث لو الفعل بادئ بحرف متحرك، ومع ضمير الفاعل تي السو بتتحول إلى تو أو تي أبوستغاث لو برضو الفعل بادئ بحرف متحرك. ولكن مع ضمير الفاعل إل وإل السو مش بتتحول، بتفضل زي ما هي سو أو اس أبوستغاث لو الفعل بادئ بحرف متحرك. إنما مع ضمير الفاعل نو السو بتتحول إلى نو، ومع ضمير الفاعل فو السو بتتحول إلى فو، مع ضمير الفاعل إل وإل أفيك إس السو مش بتتحول، بتفضل زي ما هي سو أو اس أبوستغاث برضو لو الفعل بادئ بحرف متحرك. إذن أول خطوة لازم أعملها لما أجي أصرف الفعل ذو ضميرين هي تحويلات السو. تاني حاجة بحذف الأو إير الموجودة في نهاية الفعل وبضع نهايات المجموعة الأولى، احنا قلناها مع بعض قبل كده وشرحناها وهنقولها وهنعيدها تاني أفكركم بيها. مع ضمير الفاعل جو بحذف الأو إير وبضع النهاية أو، مع ضمير الفاعل تي بحذف الأو إير وبضع النهاية أو إس. إنما مع ضمير الفاعل إل وإل بحذف الأو إير وبضع النهاية أو، مع ضمير الفاعل نو بحذف الأو إير وبضع النهاية أو إن إس، ومع ضمير الفاعل فو بحذف الأو إير وبضع النهاية أو زد. إل أفيك إس وإل أفيك إس بحذف الأو إير وبضع النهاية أو إن تي. يلا نطبق علشان نفهم. والمثال اللي هنستخدمه سو ليفي ينهض أو يستيقظ، احنا لسه قايلينه مع بعض من شوية. هيصبح تصريفه مع ضمير الفاعل جو مو ليف. عملت ايه؟ أول حاجة عملتها اللي أنا حولت السو، احنا لسه قايلين السو مع ضمير الفاعل جو بتتحول لمو، وده اللي أنا عملته. تاني حاجة حذفت الأو إير الموجودة في نهاية الفعل وضفت نهاية المجموعة الأولى مع الجو اللي هي أو. ومع ضمير الفاعل تي أول حاجة عملتها إن أنا حولت السو، إحنا قايلين السو تحويلها مع ضمير الفاعل تي بتبقى تو. تاني حاجة حذفت الأو إير الموجودة في نهاية الفعل وضفت نهاية المجموعة الأولى مع ضمير الفاعل تي اللي هي أو إس. مع ضمير الفاعل إل وإل إحنا قلنا إن السو مش بتتحول، بتفضل زي ما هي، علشان كده أنا محولتش السو، كاتباها زي ما هي. تاني حاجة عملتها إن أنا حذفت الأو إير الموجودة في نهاية الفعل وضفت نهاية المجموعة الأولى مع الإل وإل اللي هي أو. مع ضمير الفاعل نو إحنا قلنا إن تحويل السو مع ضمير الفاعل نو بتبقى نو،
علشان كده أنا كاتبة نو نو. نو الأولانية دي ضمير فاعل، نو التانية دي تحويل السو. تاني حاجة حذفت الأو إير الموجودة في نهاية الفعل، وضفت نهاية المجموعة الأولى مع النو اللي هي أو إن إس. ومع ضمير الفاعل فو نفس الكلام. احنا قلنا ان تحويل السو مع ضمير الفاعل فو بتبقى فو، علشان كده برضو انا كاتبة فو فو. وزي ما قلنا ان فو الاولانية دي ضمير فاعل، فو التانية دي تحويل السو. تاني حاجة حذفت الأو إير الموجودة في نهاية الفعل، ووضعت نهاية المجموعة الأولى مع الفو اللي هي أو زد. مع ضمير الفاعل إل أفيك إس وإل أفيك إس عملت إيه؟ إحنا قلنا برضو إن السو معاهم مش بتتحول، بتفضل زي ما هي. تاني حاجة حذفت الأو إير الموجودة في نهاية الفعل، ووضعت نهاية المجموعة الأولى معاهم اللي هي أو إن تي. طبعا يوجد في تصريف الفعل هنا ملحوظات، ولكن هدفنا اليوم إن إحنا نعرف القاعدة العامة لتصريف الفعل ذو ضميرين. أما الشواذ والملحوظات هنعرفها مع بعض واحدة واحدة. الفعل اللي موجود قدامك على الشاشة سو لافي معناه يغتسل. ورقة وقلم وطبق الكلام اللي احنا قلناه وشوف إذا كنت فهمت ولا لأ. المحددات في اللغة الفرنسية 5 اللي هما: أول محدد معانا les articles indéfinis تعني أدوات النكرة. تاني محدد معانا les articles définis أدوات المعرفة. تالت محدد معانا les adjectifs démonstratifs وتعني صفات الإشارة. رابع محدد les adjectifs possessifs صفات الملكية. وآخر محدد معانا les articles partitifs أدوات التجزئة. طبعا لو انت متابع معانا هتعرف ان ال5 محددات احنا شارحينهم قبل كده بالتفصيل، ولكن كل محدد ليه فيديو خاص بيه، يعني ال5 فيديوهات موجودين على الصفحة، ولكن اليوم هنجمعهم في فيديو واحد علشان لو انت حابب تذاكرهم نختصر عليك الطريق وما تدورش كتير. وأول محدد معانا واللي هنبدأ بيه اليوم أدوات النكرة les articles indéfinis. أدوات النكرة عندي 3 أدوات، وأول أداة معانا وظيفتها تسبق الاسم المفرد المذكر، يعني يشترط إن الكلمة عندي تكون مفرد، تاني شرط إن هي تكون كلمة مذكرة. مثال: كلمة ليفر معناها كتاب، اتوفر فيها الشرطين. أول شرط إن هي كلمة مفردة، تاني شرط إن هي كلمة مذكرة. إذا لو طلب مني أختار أداة نكرة هأخذ أو هختار أداة النكرة تاني أداة نكرة معانا إن وظيفتها تسبق الاسم المفرد المؤنث، يعني يشترط عندي إن الكلمة تكون مفرد، تاني شرط إن الكلمة تكون مؤنثة. مثال: كلمة voiture معناها سيارة، توفر فيها الشرطين. أول شرط إن هي كلمة مفردة، تاني شرط إن هي كلمة مؤنثة. إذا هأخذ أو هختار أداة النكرة إن. تالت أداة نكرة معانا وهي آخر أداة نكرة اللي هي دي، وظيفتها تسبق الاسم الجمع. المهم عندي إن الكلمة تكون جمع، سواء بقى جمع مذكر أو جمع مؤنث. مثال: كلمة إليف. كلمة إليف معناها طلاب أو تلاميذ، هنا جاءت جمع. ليه؟ اللي عرفني إن هي جمع منتهية بإس، إذن تبقى جمع. طيب لو هختار أداة نكرة هأخذ أو هختار أداة النكرة دي. تاني محدد معانا les articles définis اللي هي أدوات المعرفة. أدوات المعرفة 4 أدوات، وأول أداة معرفة هنبدأ بيها وهي لو، وظيفتها تسبق الاسم المفرد المذكر، يعني يشترط عندي إن الكلمة تكون مفرد،
تاني شرط إن الكلمة تكون مذكرة. مثال: كلمة ليفر معناها كتاب، وهي كلمة مفرد وأيضا مذكر، إذن هتأخذ أداة المعرفة لو، فتصبح لو ليفر ومعناها الكتاب. عايزة أقولك إن أدوات المعرفة الأربعة اللي احنا لسه عارفين منهم واحدة دلوقتي ولسه هنعرف مع بعض الباقي معناهم أو ترجمتهم ألف ولام، لذلك أما أنا ترجمت دلوقتي قلت الكتاب. تاني أداة معرفة معانا وهي لا، وظيفتها تسبق الاسم المفرد المؤنث، يعني يشترط عندي إن الكلمة تكون مفرد، تاني شرط إن هي تكون كلمة مؤنثة. مثال: كلمة voiture معناها سيارة، وهي كلمة مفردة وأيضا توفر فيها الشرط التاني إن هي كلمة مؤنثة، إذن هأخذ أو هختار أداة المعرفة لا، فتصبح la voiture السيارة. تالت أداة معرفة معانا وهي الإلابوستروف، وظيفتها تسبق الاسم المفرد البادئ بحرف متحرك، يعني يشترط عندي إن الكلمة تكون مفرد، سواء مفرد مذكر أو مفرد مؤنث، المهم إن الكلمة تكون مفرد، وتاني شرط إن هي تكون بادئة بحرف متحرك. مثال: كلمة إيليف معناها طالب أو تلميذ، اتوفر فيها الشرطين، أول شرط إن هي كلمة مفردة، تاني شرط إن هي بادئة بحرف متحرك، إذن هأخذ أو هختار أداة المعرفة الأبوستروف، فتصبح ليليف الطالب أو التلميذ. وآخر أداة معرفة معانا وهي لي، وظيفتها تسبق الاسم الجمع، يعني يشترط عندي إن الكلمة تكون جمع، سواء جمع مذكر أو جمع مؤنث، المهم إن هي تكون جمع. مثال: برضو كلمة إيليف احنا لسه قايلين معناها طالب أو تلميذ، ولكن هنا جاءت جمع، اللي عرفني إن هي جمع وانتهي بإس، إذن هنأخذ أو هنختار أداة المعرفة ليه، فتصبح ترجمتها الطلاب أو التلاميذ، فوق كانت ترجمتها الطالب أو التلميذ، لأن في المثال اللي فوق كانت مفرد، إنما في المثال ده جاءت جمع. إذن في هنا ملحوظة مهمة ويقع أو يخطئ فيها الكثير من الطلاب، وقلتها لكم قبل كده مرتين، إن لو الكلمة عندي مفرد وبادئة بحرف متحرك بأخذ الإلابوستروف، إنما لو الكلمة عندي بادئة بحرف متحرك ولكن جامع بأخذ أو بختار أداة المعرفة ليه. لو وصلت لهنا يبقى أنت مهتم، ما تنساش إنك تضغط لايك وتعمل متابعة للقناة. تالت محدد معانا les adjectifs démonstratifs، صفات الإشارة، وأول صفة إشارة معانا وهي سو، وظيفتها تسبق الاسم المفرد المذكر البادئ بحرف ساكن، يعني يشترط عندي إن الكلمة تكون مفرد، تاني شرط إن هي تكون كلمة مذكرة، تالت شرط إن هي تكون بادئة بحرف ساكن. مثال: كلمة garçon، كلمة garçon معناها ولد، توفر فيها الثلاث شروط، أول شرط إن هي كلمة مفردة، تاني شرط إن هي كلمة مذكرة، تالت شرط إن هي بادئة بحرف ساكن، إذن هأخذ أو هختار صفة الإشارة سو، فتصبح سو garçon هذا الولد، لأن سو ترجمتها هذا. تاني صفة إشارة معانا وهي ست، وظيفتها تسبق الاسم المفرد المذكر البادئ بحرف متحرك، يعني يشترط عندي إن الكلمة تكون مفرد، تاني شرط إن هي تكون كلمة مذكرة، تالت شرط إن هي تكون بادئة بحرف متحرك. مثال: كلمة إلاف، كلمة إلاف مفيش في آخرها اس، إذن دي كلمة مفردة. طيب اتوفر فيها الشرط التاني، احنا عارفين إن هي كلمة مذكرة، طيب اتوفر فيها الشرط التالت اللي هو بادئة بحرف متحرك، إذن هأخذ أو هختار صفة الإشارة ست. وبكده نكون عرفنا الفرق بين سو وست، الاتنين بيستخدموا للمفرد المذكر، ولكن سو شرط فيها إن الكلمة تكون بادئة بحرف ساكن، إنما ست بيشترط فيها إن الكلمة تكون بادئة بحرف متحرك. تالت صفة إشارة معانا وهي ست،
نفس نطق صفة الإشارة اللي قبل كده، ولكن دي وظيفتها إن هي بتسبق الاسم المفرد المؤنث. يعني يشترط عندي إن الكلمة تكون مفرد، تاني شرط إن هي تكون كلمة مؤنثة. مثال كلمة ميزون. كلمة ميزون معناها منزل أو بيت، وهي كلمة مفردة، وأيضا توفر فيها الشرط التاني إن هي كلمة مؤنثة. إذا هنأخذ أو هنختار صفة الإشارة ست. وآخر صفة إشارة معانا وهي سي، وظيفتها تسبق الاسم الجمع، سواء جمع مذكر أو جمع مؤنث، المهم إن الكلمة تكون جمع. مثال كلمة جارسون، نهايتها أو آخرها اس، إذا دي تكون كلمة جمع، فهنأخذ أو هنختار صفة الإشارة سي. رابع محدد معانا les adjectifs possessifs، صفات الملكية. اللي بيحدد لي صفة الملكية المناسبة للجملة هما حاجتين اتنين، أول حاجة الفاعل، تاني حاجة الكلمة اللي بعد النقط. إذن لو الفاعل عندي جو، هختار صفة ملكية واحدة من التلاتة المكتوبين قدامكم على الشاشة، اللي هما ما أو ما أو مي. كده وظيفة الفاعل انتهت. اللي هيحدد لي الكلمة اللي بعد النقط، أنا هأخذ أنهي واحدة من التلاتة. لو الكلمة اللي بعد النقط مفرد مذكر هأخذ ما، لو مفرد مؤنث هأخذ ما، لو جمع هأخذ مي. مثال كلمة père معناها أب، وهي كلمة مفردة وأيضا مذكرة، إذا هأخذ أو هختار صفة الملكية ما. كلمة mère معناها أم، وهي كلمة مفردة وأيضا مؤنثة، إذا هأخذ أو هختار صفة الملكية ما. ثالث مثال معانا ميزامي، صديقاتي، لأن المن والما والمي ترجمتهم ياء. تاني حاجة كلمة أمي جاية جمع، إذا هنأخذ أو هنختار صفة الملكية مي. إنما لو الفاعل عندي الضمير تي، هختار صفة ملكية واحدة من التلاتة، لا تون، لا تا، لا تي. تو بتستخدم للمفرد المذكر، تا بتستخدم للمفرد المؤنث، تي بتستخدم للجمع. مثال كلمة père معناها أب، وهي كلمة مفردة وأيضا مذكرة، إذا هأخذ أو هختار صفة الملكية تون. إنما كلمة mère ومعناها أم هي كلمة مؤنثة، إذا هأخذ أو هختار صفة الملكية تا. آخر مثال معانا تي بارون معناها والديك. ليه؟ لأن التون والطا والتي معناهم أو ترجمتهم كيف. تاني حاجة كلمة بارون جاية جمع، لذلك اخترت صفة الملكية تي. إنما لو ضمير الفاعل عندي إل أو إل، بختار صفة ملكية واحدة من التلاتة، لا سون، لا صا، لا سي. سون بتستخدم للمفرد المذكر، صا بتستخدم للمفرد المؤنث، سي بتستخدم للجمع. مثال كلمة ليفر معناها كتاب، وتوفر فيها الشرطين إن هي مفرد، تاني شرط إن هي كلمة مذكرة، إذا هنأخذ أو هنختار صفة الملكية سون. إنما كلمة ميغ زي ما قلنا مفردة ومؤنثة، إذا هنأخذ أو هنختار صفة الملكية صا. آخر مثال معانا سيزامي، كلمة أمي جاي جمع، لذلك هأخذ أو هختار صفة الملكية سي. إنما لو ضمير الفاعل نو، بختار صفة ملكية واحدة من اتنين، لا نوتر لا نو. نوتر بتستخدم للمفرد سواء مفرد مذكر أو مفرد مؤنث، المهم إن الكلمة تكون مفرد. أما النو بتستخدم للجمع سواء جمع مذكر أو جمع مؤنث، المهم إن الكلمة تكون جمع. مثال كلمة ميزون كلمة مفردة، إذا هأخذ أو هختار صفة الملكية نوتر ومعناها منزلنا، لأن النوتر والنو معناهم أو ترجمتهم نا اللي هي نون ألف. المثال الثاني كغيون، كلمة كغيون معناها أقلام، وهنا جاءت جمع. ليه؟ لأنها منتهية بإس،
إذا هأخذ أو هختار صفة الملكية نو. لو ضمير الفاعل عندي فو، برضو هختار صفة ملكية واحدة من اتنين، لا فوتر لا فو. طبعا فوتر بتستخدم للمفرد وفو بتستخدم للجمع. كلمة ميزون زي ما قلنا إنها كلمة مفردة وأيضا مذكرة، إذا هأخذ أو هختار صفة الملكية فوتر، ده لو الفاعل عندي فو. المثال التاني كلمة كغيان، احنا لسه قايلين معناها أقلام، تاني حاجة جاي جمع، لذلك هأخذ أو هختار صفة الملكية فو. لو الفاعل عندي الضمير إل أو إل أفيك إس، بختار صفة ملكية واحدة من اتنين، لير أو لير أفيك إس. لير بتستخدم للمفرد ولير أفيك إس بتستخدم للجمع. كلمة ميزون خلاص حفظنا إن هي كلمة مفردة وأيضا مذكرة، إذا هأخذ أو هختار صفة الملكية لير. إنما كلمة كغيو اللي هي أقلام جاية جمع، إذا هأخذ أو هختار صفة الملكية لير أفيك إس. الخلاصة إن عشان أختار صفة ملكية مناسبة للجملة ده بيعتمد على حاجتين اتنين، أول حاجة الفاعل، تاني حاجة الكلمة اللي بعد النقط. لو مثلا عندي ضمير الفاعل جو، هختار صفة ملكية واحدة من التلاتة، لامون لاما لامي. اللي بيحدد لي بقى الكلمة اللي بعد النقط، لو الكلمة اللي بعد النقط مفرد مذكر هأخذ ما، لو مفرد مؤنث هأخذ ما، لو جمع هأخذ مي. طيب لو ضمير الفاعل عندي إل أو إل، هأخذ صفة ملكية واحدة من التلاتة، لا سون لا صا لا سي. طبعا اللي هيحدد لي الكلمة اللي بعد النقط، كده وظيفة الفعل انتهت، هاجي للكلمة اللي بعد النقط. لو الكلمة اللي بعد النقط مفرد مذكر هأخذ سون، لو مفرد مؤنث هأخذ صو، لو جمع هأخذ سي، وهكذا بينطبق على جميع الضمائر. آخر محدد معانا لزارتيكل بارتيتيف، أدوات التجزئة. أول أداة تجزئة معانا دو، وظيفتها تسبق الاسم المفرد المذكر، يعني يشترط إن الكلمة تكون مفرد، تاني شرط إن هي تكون كلمة مذكرة. مثال جو مونج دو با، معناها أنا أكلت جزء من الخبز، اسمها أدوات تجزئة. تاني حاجة كلمة با اللي هي خبز مفرد وتوفر فيها الشرط التاني إن هي كلمة مذكرة، لذلك هأخذ أو هختار أداة التجزئة دو. تاني أداة تجزئة معانا دولا، وظيفتها تسبق الاسم المفرد المؤنث، يعني يشترط إن الكلمة تكون مفرد، تاني شرط إن هي تكون كلمة مؤنثة. مثال جو مونج دو لا فيوند، كلمة فيوند مؤنثة ومفرد، لذلك هأخذ أو هختار أداة التجزئة دولا. تالت أداة تجزئة معانا وهي دو إلى بوستغوف، وظيفتها تسبق الاسم المفرد البادئ بحرف متحرك، يعني يشترط إن الكلمة تكون مفرد، تاني شرط إن هي تكون بادئة بحرف متحرك. مثال جو بوا دو لو، معناها أنا شربت جزء من الماء، كلمة أو اللي هي ماء بادئة بحرف متحرك ومفردة، لذلك هأخذ أو هختار أداة التجزئة دو إلى بوستغوف. وآخر أداة تجزئة معانا وهي دي، وظيفتها تسبق الاسم الجمع، سواء جمع مذكر أو جمع مؤنث. آخر مثال معانا جو مونج دي فغوي، كلمة فغوي اللي هي فواكه جاية جمع، لذلك هأخذ أو هختار أداة التجزئة دي. وبكده نكون شرحنا الخمس محددات اللي هم أدوات النكرة، أدوات المعرفة، صفات الإشارة، صفات الملكية، أدوات التجزئة. الخمس محددات في جيبك، مش ناقص لك حاجة. زختك ديفيني أدوات المعرفة، وعرفنا إن أدوات المعرفة 4 وهم لو تسبق الاسم المفرد المذكر، لا تسبق الاسم المفرد المؤنث، إلى بوستغوف تسبق الاسم المفرد البادئ بحرف متحرك، واللي تسبق الاسم الجمع. وشرحناهم بالتفصيل وخدنا أمثلة عليهم. اليوم هنشرح مع بعض لزختيكل ديفيني كونتراكتي، أدوات المعرفة المدغمة.
لسه قايلين مع بعض دلوقتي أدوات المعرفة، ولكن هنعرف يعني إيه مدغمة. قبل ما نعرف يعني إيه مدغمة لازم نعرف بيدغموا مع مين. أدوات المعرفة الأربعة لو، لا، الأبوستروف، ليه بيدغموا مع حرف الجر إذن الآ زائد اللو بتصبح أو، الآ زائد اللا بتصبح ألا، زائد الأبوستروف بتصبح الأبوستروف، زائد اللي بتصبح أو. لازم نكون عارفين إن في أفعال في اللغة الفرنسية بتأخذ حرف الجر وهنعرف مع بعض ليه دلوقتي. زي فعل aller بمعنى يذهب إلى، فعل زي فعل participer معناه يشارك بس بيأخذ حرف الجر participer يشارك فيه. أمثلة بقى علشان نفهم، زي المثال اللي معانا je vais au lycée. أصل الجملة je vais au lycée، ولكن احنا لسه قايلين مع بعض ما ينفعش نكتب حرف الجر لوحده كده، ولا ينفع نكتب لو ليسي، لازم يحصل لهم ادغام. فالآ زائد اللو اما يحصل لهم ادغام هيصبحوا او. اذا الجملة الصحيحة هي je vais au lycée. الجملة دي جت ازاي؟ في اصلها فعل ألي مصرف في المضارع مع الجو. تاني حاجة احنا قايلين ان فعل ألي بيأخذ حرف الجر تالت حاجة انا عارفة ان كلمة ليسي مفرد مذكر فتأخذ أداة المعرفة لو. اذا الآ زائد اللو اما يحصل لهم ادغام هيصبحوا او. معنى الجملة انا اذهب الى المدرسة. تاني مثال معانا on va à la patinoire. اصل الجملة هي نفسها، لان احنا قلنا ان الآ زائد اللا زي ما هي ألا مش بتتغير. تاني حاجة فعل ألي مصرف في المضارع مع الأم. تالت حاجة كلمة باتنوار أنا عارفة إن هي مفرد مؤنث، إذا هتأخذ أداة المعرفة لا، فالآ زائد اللا هيصبحوا ألا. فالجملة النهائية on va à la patinoire، نفس الجملة مش هنغير حاجة، ومعناها نحن نذهب إلى التزلج. كلمة باتنوار مكان للتزلج. تالت مثال معانا لو مالاد فا à l'hôpital. طبعا فعل ألي مصرف في المضارع. تاني حاجة فعل ألي أخذ حرف الجر زي ما مكتوب. تالت حاجة كلمة hôpital بادئة بحرف متحرك فهتأخذ أداة المعرفة الأبوستروف. إذا الآ زائد الأبوستروف زي ما هي الأبوستروف مش هنغير حاجة. رابع مثال معانا on participe aux activités scolaires. أصل الجملة on participe aux activités scolaires، لأن احنا قايلين إن فعل participer بيأخذ حرف الجر تاني حاجة إن كلمة activité جمع فهتأخذ أداة المعرفة ليه، ولكن هيحصل إدغام بين الآ واللي فتصبح أو. إذا الجملة الصحيحة on participe aux activités scolaires. ومعنى الجملة نحن نشارك في الأنشطة المدرسية. وبكده نكون شرحنا درس اليوم. الملخص إن لو الفعل عندي بيأخذ حرف الجر لازم يحصل له إدغام، ما ينفعش أكتبه زي ما هو كده. طيب بيحصل له إدغام مع مين؟ مع أدوات المعرفة الأربعة اللي احنا لسه قايلينهم لو، لا، الأبوستروف، ليه. طيب أداة المعرفة ما بتكونش مكتوبة، هعرفها منين؟ اللي بيحدد لي أداة المعرفة الكلمة اللي بعد النقط. لو الكلمة اللي بعد النقط مفرد مذكر هأخذ اللو، لو مفرد مؤنث هأخذ اللا، لو مفرد بادئ بمتحرك هأخذ الأبوستروف، لو جمع هأخذ اللي. وزي ما قلنا إن الآ زائد اللو بتصبح أو، الآ زائد اللا بتصبح ألا، الآ زائد الأبوستروف بتصبح الأبوستروف، الآ زائد اللي بتصبح أو. أتمنى تكونوا استفدتوا من درس اليوم. لزختيك لديفيني كونتراكتي أدوات المعرفة المدغمة. احنا شرحنا قبل كده درس أدوات المعرفة المدغمة مع حرف الجر اليوم هنشرح أدوات المعرفة المدغمة ولكن مع حرف الجر دو. وأول أداة معرفة معانا وهي لو، وتستخدم للمفرد المذكر.
تاني أداة معرفة معانا وهي لا، وتستخدم للمفرد المؤنث. إنما الإلابوستروف تستخدم للمفرد البادئ بحرف متحرك. وآخر أداة معرفة معانا وهي لي، وتستخدم للجمع. إذن ناتج إدغام حرف الجر دو مع أداة المعرفة لو بينتج عنهما دو دو. إنما ناتج إدغام حرف الجر دو مع أداة المعرفة لا بينتج دولا دولا. والدو زائد الإلابوستروف بينتج دو إلابوستروف. وآخر حاجة معانا ناتج إدغام حرف الجر دو مع أداة المعرفة لي بينتج عنهما دي دي. وأول مثال معانا جو في دو تينيس. جو في دو تينيس. المثال ده جه ازاي؟ نشرح المثال ده مع بعض واحدة واحدة. في أصلها فعل فاغ مصرف في المضارع مع الجو. تاني حاجة فعل فاغ أخذ حرف الجر دو زي ما مكتوب. ليه؟ لأن أما أجي أتحدث عن نشاط أو رياضة بستخدم فاغ دو معناه يمارس. تالت حاجة كلمة تينيس مفرد مذكر فهتأخذ أداة المعرفة لو، ولكن ما ينفعش أسيب الدو واللو كده زي ما هم، لازم يحصل لهم إدغام زي ما احنا لسه قايلين. فالناتج النهائي للجملة هيصبح جو في دو تينيس. تاني مثال معانا جو في دو لا ناتاسيون. في زي ما احنا لسه قايلين أصلها فعل فاغ مصرف في المضارع مع الجو. تاني حاجة واحنا لسه قايلينها برضو إن فعل فاغ بيأخذ حرف الجر دو لو هتحدث عن نشاط أو رياضة معينة. تالت حاجة كلمة ناتاسيون مفرد مؤنث فهتأخذ أداة المعرفة لا، فناتج إدغام الدو زائد الله زي ما احنا لسه قايلين دولا. والناتج النهائي للجملة زي ما هو جو في دو لا ناتاسيون، مش هنغير حاجة، ومعناها أنا أمارس رياضة السباحة أو أنا أمارس السباحة. تالت مثال معانا جو في دو ليكيتاسيون. جو في دو ليكيتاسيون معناها أنا أمارس رياضة ركوب الخيل. فعل فاغ مصرف في المضارع مع الجو، وأخذ حرف الجر دو علشان أنا بتحدث عن رياضة. تالت حاجة كلمة إيكيتاسيون بادئة بحرف متحرك فهتأخذ أداة المعرفة إلابوستروف، فالدو زائد الإلابوستروف بتصبح دو إلابوستروف زي ما احنا لسه قايلين. والناتج النهائي للجملة زي ما هو جو في دو ليكيتاسيون. آخر مثال معانا جو في دي روندوني. جو في دي روندوني معناها أنا أمارس رياضة المشي أو التنزه. المثال ده أصله جو في دو لي روندوني. فعل فاغ مصرف في المضارع مع الجو وأخذ حرف الجر دو. تالت حاجة كلمة روندوني جمع فهتأخذ أداة المعرفة ليه، فناتج إدغام الدو زائد اللي هيصبح دي. فالناتج النهائي للجملة جو في دي روندوني. زمن الماضي الحديث أو زمن الماضي القريب اللي هو لو باسي ريسون. قبل ما نبدأ أول حاجة لازم نعرفها مع بعض يعني إيه ماضي حديث. كلمة ماضي تعني إن الحاجة دي حصلت وانتهت، وحديث تعني إن الحاجة حصلت وانتهت ولكن في التو أو الحال، أو ممكن يكون عدى عليها وقت ولكن وقت صغير مش كبير. وبكده نكون عرفنا يعني إيه ماضي حديث. طب تكوينه بيتكون من إيه؟ بيتكون من فينير دو أو دو أبوستغاف زائد انفينيتيف اللي هو المصدر. طب الجملة بتتكون إزاي؟ أول حاجة فعل فينير لازم يصرف في المضارع وهنعرف مع بعض تصريفه دلوقتي. تاني حاجة بستخدم دو لو اللي وراها ساكن، ودو أبوستغاف لو اللي وراها متحرك. انفينيتيف تعني المصدر. يعني إيه المصدر؟ يعني الفعل مش متصرف. هيا بنا نتعرف على تصريف فعل فينير في المضارع مع جميع الضمائر.
قبل ما نبدأ، لو أول مرة تشوفنا ما تنساش إنك تدعمنا بلايك وتعمل متابعة للقناة. تصريف فعل فينير مع ضمير الفاعل جو بيصبح جوفيان، جوفيان، ومع ضمير الفاعل تي بيصبح تيفيان، ومع ضمير الفاعل إل بمعنى هو أو إل بمعنى هي، الضميرين ليهم نفس التصريف بيصبح إلفيان. إنما مع ضمير الفاعل نو بيصبح نو فينو، ومع ضمير الفاعل فو بيصبح فو فيني، ومع ضمير الفاعل إل وإل أفيك إس بيصبح إل فيان. ناخد أمثلة علشان نوضح أكتر، ولكن قبل ما ناخد مثال لازم نفهم مع بعض يعني إيه كلمة مصدر. إحنا لسه قايلين يعني الفعل مش متصرف. يعني إيه برضو؟ يعني الفعل إما أن يكون فعل مجموعة أولى منتهي بالأو إير، أو فعل مجموعة تانية منتهي بالإي إير، أو فعل مجموعة تالتة منتهي بالإير أو، أو أو إي إير، أو إي إير. ليه 3 نهايات. مثال il vient d'où sortir، معنى الجملة هو خرج في التو أو الحال. طب تكوين الجملة اتكونت من ضمير الفاعل il، فعل فينير مصرف في المضارع مع ضمير الفاعل il، بعد كده دو. ليه خدنا دو ما خدناش دو أبوستروف؟ علشان الفعل اللي وراها بادئ بحرف ساكن، وآخر حاجة الفعل جالي في المصدر. ده تكوين زمن الماضي الحديث. المثال الثاني Ma mère vient d'où essayer la robe bleue، معنى الجملة لقد حاولت أمي للتو ارتداء الفستان الأزرق. الجملة اتكونت من الفاعل فعل فينير مصرف في المضارع دو أبوستروف لأن الفعل اللي وراها بادئ بحرف متحرك، وفعل اسيي جالي في المصدر لأنه منتهي بالأو إير. لا فورم نيجاتيف، صيغة النفي. لكي أنفي جملة في اللغة الفرنسية كل اللي بعمله إن أنا بضع الفعل بين النو والبا زي ما مكتوب قدامك على الشاشة. يعني لو قدامي جملة وطلب مني إن أنا أنفي الجملة دي، اللي بعمله إن أنا بضع الفعل بين النو والبا. مثال علشان نوضح الكلام اللي احنا قلناه. المثال أو الجملة اللي موجودة قدامك على الشاشة Il regarde la télévision، معنى الجملة هو يشاهد التلفزيون. دي جملة مثبتة. لو طلب مني ان انا انفي الجملة دي، حد يعرف هنعمل ايه؟ احنا لسه قايلين كل اللي هنعمله ان احنا هنضع فعل روجارد بين النو والبا، فالجملة هتصبح Il ne regarde pas la télévision. كده الجملة أصبحت منفية. يوجد 3 طرق تانيين أقدر أنفي بيهم الجملة بدون استخدام النو والبا، وأول طريقة هي إما بتغيير الفعل. يعني إيه الكلام ده؟ مثال علشان نفهم. تم لو فوتبول، معنى الجملة أنت تحب كرة القدم. الفعل المستخدم في الجملة هو فعل إيمي ومعناه يحب. تعالوا بقى شوفوا ما نفيت الجملة عملت إيه. نو جو ديتيست لو فوت، لا أنا أكره كرة القدم. كل اللي عملته إن أنا غيرت الفعل من إيمي اللي هو يحب إلى فعل ديتستي اللي هو يكره. دي الطريقة الأولى اللي بيقصد بها تغيير الفعل. تاني طريقة اللي هي إما بتغيير المفعول. تعالوا نشوف الكلام ده معناه إيه. مثال، وهنستخدم نفس المثال اللي قلناه قبل كده. تم لو فوتبول، أنت تحب كرة القدم. تعالوا نشوف أما نفيت الجملة عملت إيه. نو جيم لو تينيس، لا أنا أحب التنس. كل اللي عملته إن أنا غيرت المفعول من لو فوتبول إلى مفعول جديد اللي هو لو تينيس. هي دي الطريقة اللي بيقصد بها تغيير المفعول. تالت طريقة إما بتغيير الصفة. تعالوا نشوف الكلام ده معناه إيه. مثال، ياسمين إيه تيميد، ياسمين بتكون خجولة.
تعالوا نشوف أما نفيت الجملة عملت إيه. نو إلي سوسيابل. لا هي بتكون سوسيابل اجتماعية. طيب إيه اللي أنا عملته؟ غيرت الصفة من تيميد إلى سوسيابل. هي دي الطريقة اللي بيقصد بها تغيير الصفة. إذن القاعدة العامة لنفي جملة هي إن أنا بضع الفعل بين النو والبو، أو باستخدام 3 طرق تانيين اللي احنا لسه قايلينهم، اللي هما إما بتغيير الفعل أو بتغيير المفعول أو بتغيير الصفة. كل الكلام اللي قلناه ده لو عندي في الجملة فعل واحد. طب لو عندي في الجملة فعلين وطلب مني إن أنا أنفي الجملة دي، بعمل إيه؟ الفعل الأول فقط هو الذي ينفى، والفعل التاني بيظل في المصدر كما هو. مثال علشان نوضح الكلام اللي احنا قلناه: إلم روجاردي لا تلفزيون. معنى الجملة هو يحب أن يشاهد التلفزيون. الجملة دي فيها فعلين 2. أول فعل اللي هو إيمي يعني يحب، تاني فعل اللي هو روجاردي يعني يشاهد. تعالوا شوفوا أما نفيت الجملة عملت إيه. Il n'aime pas regarder la télévision. عملت إيه؟ زي ما قلت نفيت الفعل الأول اللي هو إيمي، وسبت الفعل التاني اللي هو روجاردي في المصدر كما هو. طبعا درس النفي كبير جدا وفيه ملاحظات هامة، ولكن اليوم اكتفينا بالقاعدة البسيطة للنفي، وإن شاء الله هنكمل في درس لاحق. درسنا مع بعض قبل كده درس أدوات المعرفة لزارتيكل ديفيني، ولكن يوجد ملحوظة مهمة يقع أو يخطئ فيها الكثير من الطلاب، ألا وهي احنا قلنا ان الالابوستروف بتسبق الاسم المفرد البادئ بحرف متحرك، واللي تسبق الاسم الجمع. الغلطة التي يقع فيها الكثير من الطلاب هي ان ممكن الكلمة اللي عندي تبقى جمع ولكن بادئة بحرف متحرك، فالطلاب فورا اول ما يشوفوا ان الكلمة بادئة بحرف متحرك يختاروا او يأخذوا الالابوستروف، وهذا خطأ، لان احنا قلنا ان الالابوستروف شرط فيها ان الكلمة تكون مفرد. إذن لو الكلمة اللي عندي مفرد وبدأ بحرف متحرك بأخذ الالابوستروف، إنما الكلمة لو عندي جمع وبدأ بحرف متحرك بأخذ اللي. على سبيل المثال كلمة إليف، كلمة إليف هنا مفرد وأيضا بدأ بحرف متحرك، إذن هأخذ أو هختار الالابوستروف فتصبح ليليف. ليليف الطالب أو التلميذ. المثال التاني برضو كلمة إليف، احنا قلنا ان كلمة إليف بدأ بحرف متحرك ولكن هنا جمع، إذن هأخذ أو هختار اللي فتصبح لزيليف. لزيليف الطلاب أو التلاميذ. ملخص درس اليوم ان الكلمة عندي لو مفرد وبدأ بحرف متحرك بأخذ الالابوستروف، إنما لو الكلمة عندي بدأ بحرف متحرك ولكن جمع بأخذ اللي. Merci à vous, au revoir.